كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبنيش لتتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم. حيثما تنسيتنا يوم 3 يوليو سنة 2010 وحتى جمعتو كان يوم كنن سيوب قلنا بتأخبارك لك أقولكم كسلف أرس أخبار أمات لو قبورة ترين لاجين الدواء الشريس وجناكم اللو مفوضية لاجين منظمة مجلس كرانا كذاتم أرترين اللو التوم متوسلاسة وسلس لاجين من ليبيا سكر واندكم قعزو تأمرام لا فيروس أخبار سمتنا حكم تفاصيل التلالي يقولكم التحالف أيامات أمات رترين لاجين الدواء الشريكم سجنوا وقول مفوضية لاجين منظمة بالإسكرام فيليب جلاندا كدام مفوض جلاندي بأساسلات يوم 10 يوليو لأفقري شريه يونيت HCR افسبت لا رأس لاجين نسس لليت خطوة سجن توضيح لتهيب السب سلطة مقالات عرب قدمت اللي تتلبل أكادام مع ساكر مع عيني وحد حريش اترأس لا ارتريين لاجين زبط افسلاح قبكم هلام للأتكد تقارير باتهمكم هلان دا أكادا لما فود حكومة اقليم تقراي تقبا وحكومة مركز إثيوبيا لقضيات بحث الودايات طلب قدم هلام التقليم تقراي للو 4 مساكر لاجين لنبرو عشرات آلاف رترين لاجين بقى تقراي قبل هلا حرب مدرات عباي كريدتومكم الليت لتأمرم حكومة إثيوبيا من مساكر لاجين شمال با وحصات للشعطرو رترين لاجين اتيوم 8 يونيو حديث معسكر التقليم محراك مؤسسة اللوم للتفقدتم إلا حقولات تقراي لتريت مسكوبة حالة أمن لما عساكر حقولات دباء رترين لاجين أسكلات قبلت قندر دابات لتتبهل منطقة 10,000 لاجي إقل تحدر لقدر حديث معسكر كمؤسسة اللوم حكومة إثيوبيا تحبرم أرترين للو التوم وسلس لاجي من ليبيا سكروا عندكم قعزو تأمرام اللوم من ورح أبريل إقل قعزو للتاكو لعلو وإت يوم 10 يوليو بطائرة سكروا عندها لسافروا وسلس لاجي أسكسا سيد دولة اللي طلبتهم نسوم إقل سلامتهم من ليبيا دي برواندا إقل لتنحكمتو وكيل مفوضية لاجئ منظمة مجلس كران حبرام اللهم مواطنين إريتريا السودان الصومال وجنوب السودان لاتهم وسلس لاجئ مبزحهم مهربين البشر مدرات بالا بصحتهم كمتهم لتأمر ليبيا زياد 4,500 رسمية مفوضية لاجئ منظمة مجلس كران لسجلوكم هلو وبالمشروع من سنة 2017 أسكازي 6,510 أورو لاجي كم وطنو وكيل مفوضية لاجئ منظمة مجلس كران لأكدم
حسام التنسيتنا اقول يوم دولو على اخبار دي بالله تام هلام مثل كرين سيبت لكم حسام التنسيتنا يوم كلوت مودن تبعتنا ما سامكم اللينا سلف حزب الوطن الديمقراطي الاريتري حادي من ايات آيات حنتيلة بالرئيس مثل نائب رئيس ومسؤول علاقات خارجية نائل حزب استاذ محمد نور كراني لقبت مقابلة الثالثة وندنقو بكفال كلام ودنا حديث للعسكريات والسياسة التجراي وموقف جبهة التحرير الإريتريا مشاركة جيش إريتريا دي بحرب توبيا ممثل واللي دي بشرق السودان لترى هلا حديث تيلر هي كفة رؤو حنتيلة بالرئيس مثل منادل إدريس همد مسؤول علاقات خارجية جبهة التحرير الإريتريا ملهينا عادل صالح لو ده مقابلة ثالثين ودنقو بكفال متابعتكم ومشاركتكم دي بي ابقى ولا موضوعنا تقلنا نبت حسام التنسية كرين سيوب حزب وطن الديمقراطي الإريتري حادي من آيات آيات حنتيلة بالرئيس مثل استاذ محمد نور كراني نائب رئيس ومسؤول علاقات خارجيات نائل حزب وديار لنا مقابلة التلالة ليتكو اليوم سالسة كفال قلنا نقدم لكم توم فتلنا يوم سالسة كفال لنتناول له استاذ محمد نور اللي تنازيم او مال حزاب اكثر مرات يعني منا شباب لتحمي فرسي الهيبوني ودي دي قبيلتنا الزموت كمان ضعيفين توم واللي للتهز فحزب حادي الا مسألة الله كم ما حزاب لبعد او ما كم ما تنازيم لبعد الا ازمة الله ليتلو ولا كفوته. طيب طبعا لازمة الله يعني اول عمل سياسي بمجتمع إريتريا كله ابدي وقبا يعني أنا سياسي أنا لك أي حنت يعني معنا مشكلتنا مشكلة سياسة يعني لكن نحن يعني حتى المؤتمر 2013 اللي وديناه في الحزب الإسلامي الإريتري حاجتين ودينا 8% من لمقاعد بالأنس و8% من لمقاعد نعمل الشورى للشباب يعني ديل لازم هتوم لمطلوب يعني أنس 8% 52 على اللي 8% منه يعني أنس و8% من الشباب اللي مقاعد اللي ودينا له بالمين اللي اشتركوا للشباب يعني اللي هذا مؤتمر اللي برضو أنا ما أعرف الشباب كم تعمر لكن يعني معظم الهلا أزيد بلا قيادة الشباب توم يعني وبفضل الله يعني اللي حزب اللي يعني عدد من الشباب بديبوا يعني ناس اللي اتحاد طلبة ديبوا العلو ودب السودان لدرسوا ودب مصر لدرسوا ودب هند لدرسوا يعني كمية يعني ما عادية من الشباب يعني مهندسين وأطباء هلا يعني لكن مشكلتهم عدد نسانه كل حنته ذم مكان هلا يعني وقال له برضو ندخل رجال ذات شغل تأن واللي عند المشاكل نفسه قابيت يعني وقال له أوروبا ده هاجرتك لستقر 15 سنة نسيمون يعني فنحن يعني الحمد لله شباب هلا يعني لكن برضو يعني الشباب برانا لهلا يعني رجل منظمات شبابية برضو نخاطبهم هلا يعني حتى مثلا يجاكم من قبل يقول لنا انكم يتودوني إلا تنظيمات فاشلة تبلو لكم إلا قيادة إلا مجال كالاتنا تبلو لكم تميت اللي قباب ديبو أنا عدون دقاء كانت مسيء وواجب كان دوديك وكرسل حزب شقيقة من قبي ودب انتخابات يمسا مكان من قبي واللي كسمع يسمعان من قبي صوت كاتب لأن أنا ممكن ياخذ اللي قدام حزوني هاللون يعني لكن برام دقاءك
يعني أنا ما ممكن يعني مؤتمر ودد قهوة متأكد، ما ممكن مؤتمر ودود بشارع تهاجم مسيك يعني، لازم أنت جزء من يجب تقبل بك يعني كويس. وحقوق برنامج قير لقيادة قير، يعني برنامج بعد أمسي قيادات بعد أمسي، ما نحن هذه اللي وديناها اللي يعني قيادات عالت كويس، هذا قيادات بعدت ودينا يعني. والهدف حقيقة أخي يعني أنا دائما ما أقول لهم إلا إريتريا إلا يعني حنتزا تقول الحكمة 100 مرة 1000 مرة تقول الحساب بديو إريتريا ميت لهالت هذا جبهة الشعبية دائما وتتهاجي فلان موتى فلان موتى فلان موتى اللي بيقول له شهادة دي ولا تهاجوا، لكن اللهم له معاقين يقولوا له بتكات وعنتوا له عورات ولا جرحي اللي تهاجوا ديبوني كويس، اللي ما سمالكوا فلا يعني حتى سياسة ما اللي قتل يوم المعاقين تحرير يعني. فأنت لاجئين بك معاقين بك شعب مشرد بك مسؤولية عبايت يعني. لتنافس الآن من حكم فيها الآن يعني التنافس من قدر نودي مثل يعني. عشان كده أنا رسالتي قلوجها للشباب إريتريا يعني اللي تنظيمات رأيكم من قبل ضعيفة اللي اتو باكا وقوة رأيكم من قبل خطأ وديلت اتو واللي خطأ اللي أسنوه رأيكم من قبل أفكار ما متطورة وتطور تحدي اتو طور ولا أفكار اللي من برا دقيقة حبة تودين يا أخي اللي كل يعجبكم اللي كل أنتم مقتنعين بها لكم نهايكم مدو اللي دعوته وغيره للشباب اللي فلو ما شباب على بعشرينات ثلاثينات فقروا ونادلوا ما انتبه لهم اللي مسؤوليتكم فقروا يعني. انا الان يعني ما انتبه لان انا لازم انتبه حزبك التشكوي يعني انا بس واجبيته وعجيته واللي قدمي قدام موت ديبه وقدام ده حديبان دبيلكم هيبت نحن نتقسم دبيلكم انا اوروبا لكم مرتاح لكم يعني كويس، لكن انا شعبي مرتاح هلان يعني. عشان كده الواجبية والضميرية حتجنين أنا عندي قصيك أنا قرمها ليكو والقدامي كم سر حذر المبارن دي لا أنا معانا شعبي تهمني يعني هيك. عشان كده اللي شبابنا اللي بدأ الحد نتهم حدقونا مثل نشكي حدقونا مثل حوار نفتح حتى نحن من أنا نائب رئيس هليكو مسؤول هليكو يعني. إذا أنتم أي شباب مجموعة هليك قد تحاور مساحة حتى قد تبالنا قلق هليكو ونحن كمان عيب نرقدكم هلينا اللي يقولون مستعدين حاجة نسمع حدقهم قالوا دو مسينا وديهم مسينا حرر يعني. لكن انت برندق اكا كويس يتاملنا انا ميت مشاكل واجهن لها الليل ميت صعوبات واجهن لها الليل يعني يودي كان وانت بلني يعني لا انت قررت كذا تفتح يكون ولا انا قررت جقل بفتح يكون يعني الا سورة إريتريا تعودت لانه طليت على تقلب طليت تساعد على وكل على قلوب كل منها يبقى عليه يعني كل قدام شاركه دي يعني. فاللي شبابنا اللي نحن زد الا مرحله اللي ديبه إريتريا يعني تهلي ديبالينا نحن هذه يعني كويس وتفرح عدنا ومستقبل يعني. عشان كده خلونا كلنا مسنودة أتقعدنا نقبل وحقوقات حد واجهنا من قبل مدن إريتريا يعني الخطأ والصح ممكن مسنور يعني وحتى خلاف حصل من قبل من خلال القانون والدستور اللي نوديه الآن يمثل. لكن الحين تفرجنا ما اللي تنحكوا يعني قدام بزح حلت بأوروبا 50,000 هلا دمثل يعني كم تمشقوا لها هلا بالإريتريا كلها بنفسه مهتم يعني والمأساة للكل يعني. هذا بالله مكان ريرة هلا يكون مسكنة من مثل أجنية شارع اللي دوا فلان حمنا دوا على بوتوني فلان إيجار بيتي على بوتوني فلانة أولادها مجلس يهلون مأساة كبيرة موجودة يعني. إلا مثل إندق أنا وديناها من قبل ما حق نقدر يكون يعني. وبالتالي الشباب أبنوت وتنظيمات أبنوت منظمات مجتمع أبنوت اللي حقيقة إلا مرحلة إلا هاللينا دي كلنا مثل إنسادينا إلا إرسال ننقذ أول الشعب اللي عدوا الأقبل هذا قلنا نحن أنفاسنا ننتقد زي ما يقول بالعربي يعني وفي كل واحد في بلده يعني يرتاح ويفكر صح يعني. لكن بالله لهاليناها الآن وتحد نتهم يعني 20 سنة تمنا حلفناها يعني كل مننا يعني اللهم فاشلين ثم اللهم يودوني. وبعد التنظيمات أيضا يقول الشباب اللي شباب حوانتوا يشقين وكده يعني فتهم متبادلة هلت بين شباب وتنظيمات لعليك يعني. لكن الصح مثل قلنا ودبنا ومثل قلنا سنيبنا لحاجة أوجت لها فحزب حادي من إلا مسألتنا إلى من مسألتنا إلى تنظيم أو ما شباب مسؤولية قلنا بل نقدر يفهمكم كان لسالك لا الشباب دي بحزب حادي دي باللي حزبكم وفنتي مثل اللي تغييرات اللي من 2019 لو دي يقوموا يعني شباب لما توكم هلو قلنا بل نقدر لما تصونا قلنا بني يقدرني لكن من بدير الشباب على وباكنا يعني. لكن نحن الآن عاوزين برضو مزيد من الشباب مسينا نقول لك بو وبابنا مفتوح تقول لهم يعني لأنه معتقدين اللي مستقبلنا شبابته
وهتمته لمستقبل صنعه يعني. عشان كده احنا عاوزين كمية من الشباب قد تمسى، ويعني التغيير هذا اللي وديناه إذا كان 50% ودينا من قبل 40% ودينا من قبل حدقوا ناقص لها لتم لوسكوه تم لطوروا أسكن عدد أتينا يعني فعلا حزب يعني على مستوى إريتريا، على مستوى طموح شعبها، وتغيير حقيقي لودد بإريتريا، مش يعني فقط منافسة بحكم ده قبل، لا قليل الشعب اللي لو ما تعيش له وفرق له مايله لما تقولوا كهربتنا لما تقولوا علاقتهم في الجوار لسن يقولوا دولتنا ناي قانون ودولتنا دستور لود يقولوا حزب اللي قبل من قبل. احنا محتاجين لكل الكفاءات، يعني محتاجين لقانونيين، محتاجين لمهندسين، محتاجين للأطباء، محتاجين لمعلمين، كل فئات إريتريا، ومحتاجين للفلاحين، محتاجين للإنسان البسيط. يعني حتى اللي حزبنا نايله متعلمين ونايله نخب ندايلك بقى، لا كل إنسان بيقول لحزب مكان قد تبقى له حذي لنا يعني. حتى الفلاح، لأنه الفلاح اللي هتوت اللي مثل لهم قال مجموعات لها الذي يعني قال لي بلت إحنا فلاحين مشكلات كمان بنا، عامل قبل من قبل اللي بلت إحنا عمال كمان مشكلات بنا، السيد قبل من قبل إحنا أنس كمان بنا مشكلات كتيبة. فبالتالي نحن كل فئات المجتمع الإريتري مسينا نحزي علينا. تمام. أديت دي بالوقت الأخير بيبو أول المجلس الوطني طبعا مجلة عامة ثلاث بهالتما عرضة، فأنتم ما ممكن جزء من نقابة، ولكن اللهم حكومة المنفى ظهرت. فموقفكم أو رأيكم دي بحكومة المنفى ميتو مثل لنا مجلس وطني حكومة مجلة شاملة حكوا قبات المجلس، موقفكم دي باللي مسألة الله وكفت قروا على مسألة. طبعا نحن من زمان من الناس المؤسسين التحالف الوطني الديمقراطي الإريتري مسيو عنا وحقوها المجلس الوطني، وأنا أيضا من المشاركين ديبوا عنا، والآن نائب الرئيس من ناتو، نائب رئيس المجلس الوطني يعني، وعندنا فيه شخصين في المجلس الوطني. حتى مؤتمر بالسويد اللي قبل من الناس اللي او الحزب اللي ساهم يعني اللي مؤتمر اللي وفكرة العالم حدقونا نحن يعني بدال فلان كمان ودينا وعلان كمان ودينا بدال نبل حدقنا نحن مؤتمرنا الا مرات الا امنوس نحن اريتين نودي ودم مكان نحن اللي نختار نودي. وبالتالي يعني اخواننا بشير اسحاق ومجموعه اللي تحركوا لعلو ودوا لعلو تعاوننا مسيوم على اساس نحن يعني كمجلس وطني اللي هلينا دب اوروبا وبالذات دب السويد نقدر اللي مؤتمر اللي السويد قلنا ده يعني، ودب السويد قبل اللي مؤتمر اللي والناس من امريكا ومن استراليا واللي حضروا ومؤتمر كان ناجحا، لانه لاول مره بمجهود اريتري قبلي وحتى قدامه وان بدات ميزانيتي على تيلان يعني. لكن شعب اريتريا وان راى تفاعل وان راى دفعيه وتكاليف للمؤتمر ولزيادات ايضا قال الاخوه اللي انتخبوا وقيادات اللي قبلوا قلومها يعني. حكومه المنفى ايضا وان بدات بنفس المستوى. نحن دائما نبل اي اريتري فكره طرحها من قبل نحاوره نسمع منه من بعد نسمع منه هو صاحب له فكرات، لانه هي الاريتريات مامي خلاص. نحن ذا اخونا صالح قاضي ومجموعه اللي موجوده معه اللي حكومه منفى اللي ودوا اتسنبهم نحن كحزب وقسينا مسيهم وتهاجينا مسيهم ميت رأيكم اللي هي تقولوا هل لكم ميتوا نسبة نجاحه كفوت اللي قبلي وملاحظتنا بأنهم وسمعنا منهم يعني. وحتى لقاء مجلسنا هنا على ديبو أشرنا يعني اللي فكرة يعني قابلة للنقاش تندبينا يعني ورأي يعني نحسب ديبو كلنا مسؤول يعني. لكن كنا عارفين صعوبات قد تواجهاته سواء من معارضة الإقباء أو الواقع اللي نعيشه لها لنا يعني. لكن كفكرة قلنا احنا يعني حدقة تكون لناقشة شعب إريتريا وفعلا نقاش فتحت وآفاق فتحت، لأنه السياسة في ورقي 30 سنة حكومة ما قد حكمنا له شرعية اللي بدو شرعية ثوريات ومن انتخب سياسة رئيس الإقباء من سلطتها سياسة رئيس الإقباء أو شو دستور حكمنا له أو شو برنامج حكمنا له، ما عنده أي سلطة يعني. وتم للبلور على ولاته اللي إنسان اللي كويس يعني شرعيتي يا لابو لا حزبه، لانه من 93 لو دوح نقفه مؤتمر منوت لها يعني معظم عضوياتنا مجلس المركز النجوى الشعبيه قال لها موتوا وقال لها في السجن هلا يعني كويس ابنوت ودي لها. اذا شرعيتي يا لابو نوتو
والفكره اللي على طيب يقول شرعيات بعدين ودينا نحن لا الفكرات لناقشوا العلو بنقاش حالت يعني ونحن كنقاش قلنا حدا قتيقس لناقش شعب اريتريا بدا ان احنا ادحدنا التهم بافكار نناقش لانه الفكرات وانت انت فكره تبل وانا فكره ابل وفكره شو فكره كمثل اللي ودا فكره ترسايد لما يعني والمجتمع كمان اللي تطور والافكار كمان تتطور يعني فنحن من ناحيه المبدا كفكره يعني قابله للنقاش ورأينا بالنديبه وايضا من الاخوان صالح العقادي واللي ودوا صاحب الفكرات اللي منهم اللي بدات قسينا مسيهم يعني واي اريت فكرات بدي بهذا الجانب نقسمها كنت ايضا راينا من قبل راينا بكل صراحه نقول له لان اريتات همنا وشعبها ونقدرهم نودي مسيو نقدر لا نقدر نودي مسيو كان نقول له وتحفظ بنا من قبل نقول له تحفظناته ولا وشعبي يقدم اقل شيء من وجهه نظرنا يعني اوكي لكن ما نقدر يتودين قلني ولا نقدر انت كنائب رئيس دي بالله حزب ومسؤول علاقات خارجية قراءتك دي بالله منطقة تزل منطقة انتقال هنا فنتيت لأريتريا لقرب خصوصا السودان وإثيوبيا وخاصة دي السودان وإثيوبيا تجراي وشرق السودان قراءتكم كفوتا بيقول لي كل مسائل لأنه لمسألة يعني مرة كيت اللي فقراءتكم كفوتا دي نحن طبعا قدام بندب سواء شرق السودان لقبا شعبنا له وقدامنا له وعضويتنا له تجراي برضو يعني تبيت أبطأ من ده لو يعني حوار على باكوم وعنا مسلوم ودائما نقول لهم يعني نحن وأنتم بس جيران وأفتنام قلنا نبر وقلنا نتعاون ومثل نتطور اللي مشكلتي على بناتنا يعني لكن إلا عدنا إلا واللي قررنا اللي نفرق اللي قربين حزين وده رأي متمسكين بإريتريا قرارة دبقى ديها قل لك بديبو وحدودها وتاريخها قل تأمر بديبو يعني الآن بعد القيادات من تجراي يعني نحن ناسك أسمر قل نصحته وبدير ربلو يا أخي نحن امتداد بحربنا اللي كل حقيقة يعني سواء بلقاءات لقبا أو حتى بكتاباتنا دائما نقول لهم عنها وهذا نقول لهم هلينا يعني أبسلام قلنا نمبر حذينا من قبل إلا إريتريا أبسلام قلت نمبر بديبة واللي شعب بسلام قلنا نمبر بديبة واللي حدوده أمرت قلت تقبا بديبة وبالتالي دي حدودنا اللي تعدي دي سيادتنا اللي تعدي دي قرارنا اللي تعدي إحنا مسويها هلينا مهما كان السودان لقبا إثيوبيا لقبا يعني وبالتالي يعني من هنا أنا أوجه رسالة شعب تجراي يعني مرارة حرب عشت ل8 أشهر يعني أنس لقبا وصب موته وشرده عشان كده يعني أستفيد من هذه التجربة نقول لهم يعني نحن وأنتم حيدقونا بسلام نمبر إلا منطقتنا لأكثر من 30-40 سنة حروب عشت عشان اللي قلتوا مثل النمبر كل حنتمنا بكالي الاعترف بحدود الاعترف اطمع بكم من قبلي نحن لا اطمع الا بدير هاي السلاسل حدينا ديبه وندال اهجرنا ديبه وجبهه التحرير فجرنا ديبه يعني اطمع ما تيس من قبل دي ما نحن برضه بنفس المشكلات قلنا نقباتو قلنا واجهات يعني بعد قدام تجرينيا لبلو قليل لبلو اللي كل حقيقه الشعب اريتريا بدير في الخمسينات تجاوزيه يعني والبق اللي تكرر لكن يعني قلنا شعبنا ذكر سعد لهلا قلنا شعب برا لهلا اتنبه واحد يعني إمكاناتك واحد طاقتك نقول له عشان نحن مأساة لحلفة قلنا داي نكرر ومن جديد يعني حرب اللي داي يبدأ اللي يجي المثل هلا أنبل جامعات ومستشفيات ومدارس وتعليم وشغل دبعت قلنا الشغل على بطون نحن دب عمرنا لهلا كفو إلا نبنيها نوصل دولة مواطنة نبطحها اللي شعب أجنيتنا مسؤول هلو يعني شغلهم بس تعليم وتطوير اللي عاد اللقبة ولا على السلام قلت بقى ونموذج قلت بقى إريتريا بديل لبلو إريتريا سويسرا القرن الأفريقي يعني بتنوع وبتعايشة وفعلا لعد إمكانات بديبة لطيبة شعبه وبساطته وموارد لهالذي فعلا سويسرا قرن أفريقي قد تقبع يعني لكن ده يحتاج مننا يعني وعي لاستحذى مننا وجهد لاستحذى مننا وسواء كان من سياسينا لقبا ومن نخبنا لقبا ومتعلمينا لقبا وبالذات من شبابنا لأن الدور دوره هو ومستقبل المستقبل هو يعني وشعبنا بداخل لهلا أبشر كان نقول له وقل تحرك بديه برضه يعني فريه بيزحوا برضه ما نتيجة لمسي على لأنه نميتها لنا
قال سجون ما يتهلا وقال بسياس من حرب بحرب لا أتيولا إذا ما ميت اللي أنا من قبل حدقونا يوم حتى نموت وسياسة مشكلتنا لهلا ما في حد اللي يعني الشيخ موسى وان بدأ يعني العالم كله تحرك ما سوى يعني إذا نحن يعني أي حاجة دبكران لك بعد أسمر لك بعد باتع لك بعد حسب لك ولد من دفرة ودويل لك بدي يعني حيكون يعني أثر ظاهر لك باتو ونتيجة أيضا اللي قلت بقى والسياسة يعني إلا مرحلة مسألة هلت يعني أتوقع أنا تغيير بإريسيا قل مساك يعني لكن نقدر نستعد له بنا كلنا عشان كلنا مثل قلنا نستفيد منه إريسيا على السلام وعد أمان بالتقبل. آخر رسالة من البكاء الشعب الإريتري حالفة سميت حزبك لك ولا حزبكم لك معليش ورسالة من البكاء الشباب يعني كل يعني. نعم. والله حسين محمد علي نبقى شعب إريتريا صبر ودي اللي بفعله يعني حقيقة شعبنا اللي بزح صبره وبزح حلف يعني أتمنى إن شاء الله مرحلة هليت مرحلة سنة قلت تقبل وشعبنا بسلام ودل مبارته وبدا اللجوء وشتات يعني نحن من سعودية مصر قلني قستو ولا تركيا قلني قستو ولا السودان قلني قستو بدا النبل يعني برنامجنا ولينا كفد بعدنا نقبل كفد مدننا نقبل كفد مدننا نعمر والتغيير قادم والتعبير في السياسة أفتقر طبعا شوية صعوبات بديبو سر على سر تقري قبا لكن إن شاء الله أتمنى الرسالة وصلت يعني شكرا لك. رسالة بطحت تقرأيتك حتى قابتيكو أستاذ محمد نور حيثما تنسيتنا حزب وطن الديمقراطي الإريتري حادي من آياتك آيات حانتيلة بالرئيس مثل أستاذ محمد نور كراني نائب رئيس ومسؤول علاقات خارجيتنا إلى حزب لا ودينها مقابلات سالساي وندنقوبة كفال دي بالله تاهم هلا وباللي سميت ما تنسيت كرن سيوب محمد دو شكرا. نسألكم
كيرن سأيوب. تمام. منادر إدريس نحمدك زي ما قلت وده قلت هيبنا لك بالزيادة اسكي يعني اللي جرائم اللي دي بالسودان بالأخص قبل هلا دي بشرق السودان اللي بالسودان بالأخص قبل هلا جريمة منظمة قبل هلا جريمة منظمة بأنتات لترتل تصوير بطريقات بفيديوهات واللي كله رأيه ما بين حكومة وأجهزتها الأمنية يعني يعني يفارق أو كمان يهج السلط بهالقى اللي بيلاقي ألبوني حي كامل حسار عند قبل ديبو من هي بزيادة المجتمع اللي عزلت قليلة وديبو دي بشرق السودان دي السودان عامة المجتمع بتقريت لتهاجي يعني بالأخص جريمة منظمة كالأيت عملية إرهابية قبلت المجتمع اللي قل البوسة والعملية الإرهابية اللي طبعا كمنا رأيناها دي حي أورو دي مجتمع خاص مجتمع أورو من مجتمع شمال السودان لنا برو ديبو تلاقبت وديبو من هي الدم لأتنايته له إلا عملية اللي حقبت مباشرة بديل دي بدار النعيم ده قبل جرائم منا طرف لا أطرافنا إلى أمن ومنا بعد الشفاتو شفت دي بالسودان لو للنظام لقدام ديبو من يهوترت بهل حكومة يعني ساكن حركتني ما حركت أي ساكن تنبيلت لكن إلا عملية الإرهابية حوقبت حكومة تحركت مستوى وزير داخلية ووفد حكومي فإلا يا ريت يعني التفسير وهب كان دي بقى ميتو مدلولنا نهاية ميتو دي بالله وهب كان الناس إنه على منادر دي تفضل. أنا كمسلا طبعا اللي موضوع لنا شرق السودان بشكل عام وبالسودان على وجه الخصوص كله أنا يعني لرأينا قفوي لك أنه نحن لموضوع طبعا موضوع داخليته ولا موضوع الداخلي دائما يعني أنت كحو من أنت وبعد المقارح قلت مقارح من تحدي أو كمان في نفس الوقت يعني موقف قل هلق الكذب قضايا مثل إلا يعني متحدث سلف أنت بعد سنين دقا بعكا لحوكا قلت قرب وأنه الموضوع لقبل هلا في النهاية مصلحتنا يكون اللي قدام يكون وقدام حيد دبت حتى قلت دايرة قبيت واللي دبيرك قلت أسنبك. طبعا أنا يعني تقييم شخصي قل هلا قل يقدر لكن تقييم لشخصي يكون الموضوع هو تقييم قل له موقف ذاته اللي دبا منطقة الحس هلا أنا مسلاه كذب لك هذا موقف عبيد بلا بس ليه أقن الرأي لبنا أخ عادل مع احترامي لرأي الآخرين في الموضوع ده يمكن قدام رأي بعيد قال هلا قلوا قدر ويمكن ربما لرأينا والله يا أخي يعني مفروض يعني الإريتريين ذاتهم أو تنظيمات السياسية إريتريا اللي موضوع بلا قلنا هو على بوم المجتمع الذي بشرق السودان هلا مسدات قال له كله هلا يعني مجتمع شرق السودان أنا بيلكا قبل شوية مجتمع شرق السودان الهيو كله امتداد دبا مجتمع وبالتالي نحن له كل شعبنا نرئيه بشكل أساسي شعبنا ثبت نرئيه يعني أي تصرف الحسل هلا فيه ظلم بالتأكيد قال المجتمع اللي المجتمع ألف اللي ولا المجتمع با هو ظلم واضح قدام بلا يعني حينما من نتهاجي لا ما بعد قل تهاجيت واحد نحن نقفون نرئيه مثلا كان نشوف إنه يعني الشيء اللي حسل هلا السودان بشكل عام بمرحلة انتقال تمرر عليه مرحلة الانتقال عند بلكا يعني قاعد يحصل يعني شغل جديد وتشكل جديد في الدولة والتشكل ده هو اللي قاعد يخلق هذه الإشكالية يعني بمعنى أوضح أنه البلد ماشية مقبلة على تطورات جديدة والتطورات الجديدة هي اللي قاعدة تؤثر على التركيبة وعلى طريقة الصراع وجهات خارجية قاعد تلعب دور كبير في الموضوع. انت قبل شوية تكلمت تفضلت وقلت والله يا أخي العدام قال له دي بحل فتونه مشكلته ودو دي حي من أحياء تسكن مجموعات تانية
ولا حي لمجموعات لبقيت سكنه أيوة قال لهم تم قصدونا ده بيلاقوا اللي قناته إلا كلها هلا معنا ما بديري بيلكا اللي شغل قبل هلا شغلنا فتنت وفتنت طبعا يعني إياد يعني إسات إياد أورو حكاوه دي كل العلي ده الحصل هسه اللي إياد تتقرحه واللي إياد يعني قدامه بعقل وبمنطق ويعني مصلحتنا أي مجتمع واللي تتبير أي من قبي أوروكا يعني قضبتها من قبي وأوروكا يعني يعني هي ده من قبي معناها في النهاية المجتمع اللي خسرته يعني وخسارة مجتمع أفوتا المجتمع دي بحد اللي سنبري يكون يعني هذا كده 3 تجارب هلا تعلمنا سنة بداية 91 أو نهاية 90 الصومال حصل فيها انفجار كبير حصل تغيير ضخم جدا في الصومال هذا التغيير هو يعني خروج محمد سياد بري من السلطة ومن اليوم ذاك لحد الليلة دولة مركزية بمفهوم الدولة المركزية في الصومال ما موجود قال لك الدبلوماسية ما موجود كله ما في دولة مركزية في الصومال في من وقت لآخر حالة من التوافقات تمشي وتجي ولكن الصومال عايش في حالة من اللا دولة يعني ربي مني كل الناتا وربي مني كل أوتا السودان إلا اللي تقيس لها الليل إلا حالة الفوضى القاعدين يعني القاعدة تمشي الآن هو خلق أرضية بتاعت فوضى يعني خلاقة يعني تخلي الدولة كدولة ما يكون عندها هيبة ورك على كيف هو دي. نحن ما قاعدين نقول والله يا أخي ما في ظلم ما مش من الزاوية دي لكن من زاوية أنه نحن لمصلحة السودان ولمصلحة المجتمع الموجود في شرق السودان ولمصلحة كل الوطنيين اللي بيستهموا مصلحة السودان هي ذاته بشكل أساسي وهم كإخوة وأشقاء وجيران وكل شيء ونحن وهم مجتمع متداخل واحد يجب أن يكون عندنا الدور الإيجابي ويكون عندنا دور نلعب الدور المصلح ودور يعني تهدئة الخواطر ودور اطفاء النيران اللي يكون مشكلتي هليت قال بالك كان يقدر مشكلتها هليت وطبعا وروكا بنظرته وروكا نظرت بوغلا وقفت قيس هليت وقفت قرا ده موضوع طبعا مختلف من شخص لآخر لكن يعني هذه القراءات ما بعيدة كلها من بعض البعض قراءات ما بعيدة لأن ميتة مسلكات حاجات هليت على أرض الواقع نريها لكن يعني على أرض الواقع نتريها برضو بالمقابل يعني نظرتك لها نظرة إصلاحية قبت من قبل يمكن حتتجاوز حاجات كثيرة إلا أنا بالله ريال الموضوع لنا يعني هذا ما معناه يا أخي عادل يعني في مثلا حالة من التهاون أو حالة عدم اللامبالاة لا بنفس القدر اللي قلناه في أنه في تجراي في تطهير وفي نحن برضو هنا قاعدين نقول والله في السودان ده قاعد يمر بمرحلة بتاعت مخاض ويجب على الأشقاء في السودان أن يضعوا لهذا الموضوع حد حتى لا تتأثر بقية المنطقة وفي نفس الوقت حتى لا يعني الموضوع ما يبقى موضوع يعني بتاعت انفلات أمني كبير ويأثر على السلم الأهلي في المنطقة كلها بالله نريحنا وشكرا جزيلا. كويس منادر إدريس اسكي دي بآخر لتبلا دي المجتمع المهمش يعني مجتمع مهمش بدي بالشرق السودان هلا كله مجتمع مهمش تو عيبيته وخاصة بالله دي بامتداد ناينة لقبه شعوب مثل بتجريت لتهاجو وبداويت لتهاجو كل وقت عبي مجتمع دي بشرق السودان هلا دي بمن تحالف فلقت من هلا تقلك فزيادة تفضل بخطك الحبكة تفضل أستاذ إدريس. شكرا عادل. طبعا احنا كم سلق بيلك المجتمعات دي بشرق السودان لنبر اورو وكلوتيكو مجتمعات عديدة للدباء كان نبر يعني 90% منهم ولا 95% منهم كلهم امتداد بإريتريا وبالتالي مجتمعناته احنا دي بجبهة التحرير او نحن في الثورة الإريترية عموما زمان وقديمة كإريتريين وكذا يعني بشكل عام لأن اللي شعبناتهم وامتداد نايناتهم ونحن وقتهم مسيرنا أورود يعني أنا ما داير حاجة ما يعني كان كثير. أنا دي بوجهة نظرية رسالة الحالف من حد إنه أنتم مجتمع أورودتم حاولتم ربما مسلحة خلقكم اللي مدير أسد آخر يوم دي بقولتم برود
فتنتي يعني يوم الإياد يوم قرحة من قبي السن تجاربكم دي ببلدكم ذاته دي بالسودان دارفور قرحوا قهد قيث الليل وقفوا كم سنة من سنة 2011 2003 أسك يوم قرحوا قهد قيث الليل كرامة جنوب السودان قفوا من 55 أسك انفصالة جنوب دارفور نيل الأزرق اللي كل الفتن اللي نترقوه انتم ادي بنوسكم بيتكم يتنددوا ورا روشك عندنا اسا انتي قدح بقى عشان كده انا رسالتي قل كل شعب شرق السودان وقل حاولنا كلهم سودانيين كل كان هلو اللي شغل مصلحتنا يا سودان ولا بد ومصلحتكم ولا بديبو ومصلحتنا احنا كناس دي منطقه مثل النبر اللي هلينا مصلحتنا يكون قدام بدير مثل علاء ومثل ربي مثل الخلق أي اللي من اللي مدي واللي اللي جيس واللي من اللي لحدي واللي مثل اللي تجارة شقة شب أور قدام شبتهم هنا يعني نصيحتنا كم حوكم هنا وقدامكم هنا وهنا وانتم أور على هنا امتدادات صحيح حدود هليت وحدود بديرة قدام وراك ممكن حديثة ومنصر حديثة البل ممكن حديثة لهلا سبكينتو ومنصر حديثة لهلا سبنصرتو إنها تدلت بهالبديرو لكن الحديثة عمرها ما غيرت يعني غيرت الحدود لقبقت في جهة دول العلاقات الشعبية غيرت علاقات الشعبية غيرت دبل الشعب حطوا نفسه هتوتو يعني ورب يعني من مدينة فلان قناة دي مدينة فلان دي بعد لحكالي أو دي بحدود لكالي قيس من السوق السواق ولا قبل عس فلان قيس منه الهدي ولا قبل يعني حاجة جدا جدا وحال الحدود إلا حدود يعني حدود مرنة قلت بابا الأنظمات اللي دي بمدرها الليت سودانية تقبى إريترية تقبى الأنظمات اللي بمدرها الليت الحدود اللي بنظرتنا حدود اللي حدود جيتو ويتوني ويتمطلين دي حدود مرنة دي قدام على كيف وقيس ومدي احنا نصير دي برا دي بغرب نبرها لنا صحيح لظروف دي بغرب لها الليت وكيل هالليت حتى يكون لكن يعني نصير قدام يعني رخصت لنا يا سواقات عربية بس ممكن طيارات تركب قيس اي كان دي بلا دولة دي بلا دولة اوروبا اللي دي بس تتقبل لا ما سكن بعد ذاته لقدام ذاته على الاقل حيد الاحترام وروكا شغله عمرته وحرنا فرق رأس الدرار مهلية هلا لابو يعني قدام وروكا رزق ربي تعبطوت وروكا بل إلا لشقا وإلا لو بدا حرنا سلطة ذاته بلد أريقات اللي أنتم تحب تودوها لكم دي بحتة نافورة لكم سلطتي تقل تركبيكا وخير قل تركبيكا عشان كده نحن يعني نظرتنا قل شعبنا بشكل عام وحاولنا دي بشرق السودان لهاللو بشكل أخص واهتموا امتداداتنا يناتهم النملكم أنا ما أقدر أتكلم في قضاياكم السياسية وميتهم بشكل لكن أنتم ذاتوا مصلحتكم قلت أمر بكم دي ما حيتقاتل الليل ما هل يسفنجيكم دي ما حيتقاتل أنا ما أعرف. السلام عليكم ورحمة الله.
أقول أنساك وعارف إني ما بقدر مهما قسك علي يطول يزيد شوقي في هواك أكتر. طول ما
حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. التحالف يامات أمات رترين لاجين الدواء شريكم سجنوا وقول مفوض لاجين منظمة بالإسكرام فيليب جراند كدام مفوض جراند بأساسلات يوم 10 يوليو لأفقري شره يونيت HCR بثبت لا رأس لاجين نسيت لليت خطوة سجن توده لتهيب السب سلطة مقالات عرب قدمت الليت تلبل أكدام مع ساكر مع عيني وحد حريش اتراسلا ارتريين لاجين زبط بسلاح قبكم هلام للأتكد تقارير باتهم هلان دا كدا لما فود حكومة اقليم تقراي تقبا وحكومة مركز إثيوبيا لقضيات بحث اللودايات طلب قدم هلام اتا تقليم تقراي للو 4 مع ساكر لاجين لنبرو عشرات آلاف ارتريين لاجين بقى تقراي قبل هلا حرب مدرات عباي كريدتهم الليت لتأمرم حكومة إثيوبيا من معساكر لاجين شمال با وحصات للشعطرو ارترين لاجين اتيوم 8 يونيو حديث معسكر اتاقليم محراك مؤسسة اللوم للتفقدتم إلا حقولات تقراي لتريت مسكوبة حالة أمن لمعساكر حقولات دبا ارترين لاجين أسكلات قبلت غندر دابات لتتبهل منطقة 10,000 لاجي إقل تحضر لقدر حديث معسكر كمؤسسة اللوم حكومة إثيوبيا تحبر أرترين للو التوم وثلاث لاجي من ليبيا سكروا عندكم قعدوا تأمرام اللوم من ورح أبريل إقل قعدوا للتاكو لعلو وإت يوم 10 يوليو بقائرة سكروا عندها لسافروا وثلاث لاجي أسكسر سيد دولة اندي طلبتهم نسوم إقل سلامتهم من ليبيا دي برواندا إقل لتنحكمتو وكيل مفوضيات لاجئين منظمة بالإسكران حبرام اللهم مواطنين إريتريا السودان الصومال وجنوب السودان لاتهم وثلاث لاجئين مبزحهم مهربين البشر مدرات بالا بتحطهم كمتهم لتأمر ليبيا زياد 4,500 رسمية مفوضيات لاجئين منظمة بالإسكران لسجلوكم هلو وبالمشروع من سنة 2017 أسكازي 6,510 أوروت لاجي كم وطنو وكيل مفوضيات لاجي منظمة مجلس كران لأكدم حيثما التنسيق كرن سأيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو